حنا كلنا كنبغيو هاد البلاد وحنا كلنا باغينا تزيد القدام، ولكن راه ما يمكنش انها تزيد القدام الا ما تم ربط المسؤوليه بالمحاسبه، واننا نشوفوا متابعات في حق المسؤولين. نهار غادي نشوفوا متابعات في حق مسؤولين، ديك الساعه غادي نبصموا على ان بلادنا غادا تزيد على اعلى مستوى، كما الحمد لله نجحت رياضيا ودبلوماسيا، غادا تنجح كذلك في السياسه الداخليه ديالها. نهار يجيونا مسؤولين الهم ديالهم هو انهم يخدموا المصلحه ديال الوطن بحال مصطفى الخصم، ديك الساعه غادا تزيد البلاد القدام. اما ما حدنا كنشوفوا رؤساء جماعات وكنشوفوا مسؤولين في بلادنا الهم ديالهم الاكبر هو الفلوس. للاسف الشديد هادشي راه ماشي غير على مستوى الجماعات، الفساد عندنا في بلادنا حتى في المارشيات ديال الدوله ملي كتبغي تعطي المارشيات الا ما كانت السياسه الصبع يتم ميمي ما كاين والو، المارشي ما كيتعطاش. هادشي علاش حنا كنقولوا بانه يوم يتم ربط المسؤوليه بالمحاسبه غادا تزيد هاد البلاد القدام. وحنا دابا كلنا واقفين وكنتسناو الاخ ديالنا مصطفى الخصم انه يخرج ان شاء الله. الثقه ديالنا الكامله في المؤسسه ديال القضاء، هاد الثقه هذه اللي عبروا عليها المغاربه عبر الميديا من طنجه للقويره انهم كيثيقوا بمؤسسه القضاء، وان شاء الله غادي نشوفوا مصطفى وسط منا ان شاء الله، وغادي نشوفوا رأي الجماعه. وكنتمناو بعد ذلك اننا نشوفوا الفاسدين الحقيقيين في المحاكمات. تحيه كبيره لولاد الشعب وتحيه لكل المغاربه وتحيه للشرفاء اينما كانوا في جميع المؤسسات، وشكرا. بغينا الخصم يخرج من السور ومرفوع الراس، بغينا الخصم يكون معانا، وإلا كانت شي حاجه عليه تكون علينا، وإلا كان الحبس يكون حنا نمشيو مع الخصم. الخصم رجل ثقه، رجل مسرق، رجل مخدع، رجل مطعن، رجل محبوب عند الشعب اللي في مزر كله. حنا مصطفى الخصم، واللي كان عليه يكون علينا، ومستعده نمشي نلحبس عليه، انا صورتي قدامكم نمشي على مصطفى الخصم، لان مصطفى الخصم ما شفنا منه غير الخير وبغى المسكين. مصطفى الخصم والمسكين، هذا هو العنوان ديال هذا، لانه هو كيحارب الفساد. مصطفى الخصم ما دار والو، مصطفى الخصم بغى الخير، مصطفى الخصم خدم، مصطفى بغى يخدم وعرقلوه، مصطفى الخصم بغى يعرقلوه من اول نهار جا. مصطفى الخصم بغاوه يحط السويرتات ويمشي ويديروا هما وينفردوا بداك الشيء اللي بغاو هما. وحنا كنحييو مصطفى الخصم جميعا، ساكنه مزار. انا الروينه بخديجه على العالم، انا الروينه بخديجه، وإلا كانت المتابعه تكون عليا انا ونتحمل المسؤوليه. يا ليه المشروع اللي كيحاسبوه دابا على حساب العماله، يا ليه المشروع ماشي 3 سنين هذه باش خرج فين كان في العماله وما مشاش. حنا ما كنقولوش كلنا مع الخصم، كلنا مع الخصم، كلنا مع الخصم، كلنا مع الخصم. يا الخصم ارتاح، يا الخصم ارتاح، يا الخصم ارتاح، سنواصل الكفاح. تحياتي وتحياتي الاخوان ايموزار، حتى انا ولد ايموزار، تما ترعرعت، تما كبرت. واخا خويتو اول رئيس كنعرفوه هو الخصم اللي كيخدم البلاد، وحنا موراه. الا كانوا غادي يسجنوه حتى حنا تسجنوا، لان طلب الحق. موزار تهضم، ماشي هو موزار اللي كاين شحال هادي. حنا مع الرئيس ديالنا فين ما مشى، حنا معاه. تحياتي ليه. وكما شفتوا معنا متابعينا الكرام، هادو الساكنه ديال ايموزار من طبيعه الحال جاو مؤازرين
رئيس الجماعه اللي هو مصطفى الخصم. وأعيدكم وأعيد جميع الفاعلين المتواجدين هنا بمدينة صفرو بالضبط أمام محكمة كما شفتوا معنا متابعينا الكرام، جاوا تضامنا مع البطل المغربي مصطفى الخصم، أنه دافع عن نصرة الحق وعن نصرة مواطنين يعني ساكنة إيمو زركندر. لا شك أن جميع مشاريع ساكنة إيمو زركندر يجب علينا أن نضعها في الحسبان، باعتبار أن الميزانية المخولة من طرف يعني المصاريف التي تعود بالنفع على الجماعة الحضري لإيمو زركندر تم هدرها في أماكن الفسوق وأماكن يعني كثيرة. لذا يتوجب على المواطن طرح السؤال: أين ثروة إيمو زركندر؟ أين ثروة إيمو زركندر؟ الثروة الفلاحية أول شيء، ثاني شيء الثروة المائية اللي هي تعتبر ثروة حقيقية، وثالثا أين هي الثروة البشرية التي كانت دائما ولطالما أنها هي تخدم الصالح وتخدم من أجل توصيل أو إن صح التعبير تنزيل جميع المستويات التي تعبر بشكل حقيقي على أن مصطفى الخصم مظلوم مظلوم مظلوم. لذا نتمنى من القضاء أن ينصف مصطفى الخصم دون التحيز إلى الملف عن طريق عن جهات أخرى. وأتمنى لكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشره من امام المحكمه الابتدائيه بمدينه صفرو. كما كتشوفوا من طبيعه الحال بخصوص البطل المغربي مصطفى الخصم. من اجل ان المملكه المغربيه انها تزيد تنجح، بغينا نشوفوا نفس النجاحات اللي شفناهم في الدبلوماسيه الخارجيه واللي شفناها رياضيا، اننا نشوفوها في السياسه الداخليه ديال هذه البلاد. وما يمكنش لبلادنا غادا تنجح الا اذا ما تم ربط المسؤوليه بالمحاسبه، لان الناس اللي كان خاصهم اليوم يكونوا في المحاكمات هما رؤساء الجماعات اللي كينهبوا المال العام. الناس اللي خاصها تكون اليوم في المحاكمات هما كل من سولت له نفسه انه تلاعب بالمال العام. يجب كما قال ملك البلاد حفظه الله، يجب ربط المسؤوليه بالمحاسبه. يجب ربط المسؤوليه بالمحاسبه. كنتمناو اننا نشوفوا المسؤولين في المحاكمات.